وبركاته. أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي مصطفى حسنين. مدرب إكسل متقدم، وإكسل محاسبي، وإكسل مدخل بيانات، وإكسل عادي. إن شاء الله النهاردة هنتناول معادلة كاونت A. كاونت A بتقوم بحساب عدد الخلايا التي تحتوي على بيانات بغض النظر عن نوع البيانات، أيا كان حرف أو رقم أو شرطة أو معادلة. هي بتقرأ أي نوع من البيانات. يعني لو عندنا معادلة والمعادلة دي مخفية بس هي فيها كلام هتقراها. المرة اللي فاتت خدنا معادلة كاونت. كاونت اللي هي بتقرأ أرقام فقط. النهاردة هناخد معادلة كاونت إيه. كاونت إيه اللي هي بتقرأ بيانات بغض النظر عن نوع البيانات. فنقول واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. عندنا مصطفى حسنين، وعندنا محمد، وعندنا أحمد، وعندنا حسن، وعندنا عبد الله. الوظيفة بتاعته مصطفى حسنين مدير، عندنا محاسب، بائع، وانا بلوتوفيل عشان حسن وعبد الله بائع. طب انا عايز اعرف عدد الموظفين اللي عندي كام. هناخد معادلة كاونت ايه اللي احنا قلنا تحتوي على اي بيانات. بقول له اف اكس اول، ودور لي على معادلة اسمها كاونت كاونت ايه، واقول له جو. هو هيبحث لي عنها. هو جاب لي كاونت ايه اهي. بيقول لي انت عاوز الرينج بتاعك من ايه لايه. انا عاوز من اول هنا عدد الموظفين. انا بحتوي على عدد الموظفين. ممكن اخد الخليات اللي تحت، يعني ممكن اعمل كده واخد لغاية تحت عشان كل عدد الموظفين لما يزيد معايا. يعني نفترض ان احنا خدنا لغاية هنا كده البيانات، واقول له اوكي. هو قال لي 5 عدد الموظفين، خليهم في وسط الكلام. وعرفنا ازاي في اول محاضرة نخليها بي عشان تبقى تخينة. عندي عدد الموظفين 5، يعني مهما كان. طب نيجي نغير هنا ونخليها 1، اوكي، برضه 5. ليه؟ لأنها تقوم بحساب عدد الخلايا التي تحتوي على بيانات. طب لو احنا شلنا هنا كده الواحد بقت 4. ليه؟ لأنها ما بتحتويش على بيانات، خلايا فاضية. طب لو رجعنا تاني وخليناها انجليزي بقت برضك تحتوي على بيانات. طالما الخلايا تحتوي على بيانات تقرأ بيانات. لو تحتوي على أرقام هتقرأ أرقام. لو تحتوي على أيا كان. طب نشوف حرف برضك الحرف دوت يحتوي على بيانات، فبغض النظر عن نوع البيانات تقرأ المعادلة بتاعتنا. طب عدد الوظائف اللي عندي، أنا عايز أشوف عندي كام وظيفة، وأقول له برضك يساوي، وأروح أجيبها من فوق هنا. ظهرت لي هنا يقول لي الرينج بتاعك، واقول له انا عاوز دولت. اشوف عندي كام وظيفه واقول له اوكي. نعمل بالفرشه فورمات برين. عندي وظيفه واحده. ليه؟ لان معمول كاونت ايه وكاونت ايه، فالمعادله بتاعتي غلط كده. اروح ماسح واقول له انتر، بقول له يساوي كاونت ايه. انا عاوز الرينج بتاعي ده. ليه؟ لما رحت اخترت معاها دي فاداني معادله جوه معادله. فاقول له 5 اوكي. هو اوريدي هنا مديني معادله جوه معادله عشان انا كنت مختار الاول هنا. بقول له اوكي. اداني 1. ليه؟ لان معادله جوه معادله. اقول له ديليت، اقول له يساوي كاونت ايه. انا عاوز الرينج بتاعي ده. اقول له اوكي.
اداني 5 عدد الموظفين. يبقى نخلي بالنا واحنا بنيجي نختار، واقول له يساوي كاونت ايه، هيختار لي اوريدي اي 7. اي 7 اللي هي ديت. طب انا مش عاوز اي 7، لا ده انا عاوز دولت عدد الموظفين عندي، الوظيفة بتاعتهم انا دي اللي انا عاوزها، الرينج بتاعي. ما اختارلوش معاهم معادلة وراح اختار وظيفة. ليه؟ هيديني واحد زي ما احنا شفنا، عشان معادلة بتقرا جوه معادلة. ده بالنسبة لكاونت ايه. طب نخش على المعادلة رقم 11 وهي كاونت اف. كاونت اف بتقول لي تقوم بحساب عدد الخلايا التي ينطبق عليها شرط ما. عارفين ان احنا ان دالة اف شرطية، فكاونت اف بتعدلي قيمة معينة، شرط معين لازم يتحقق من القيمة. تكون العدد الموجود في الخلايا مثلا أكبر من ال5. فلنفترض إن احنا هنا عندنا قيم 10، نكبر بالفورمات برين، وهنا عندي 4، وهنا عندي 9، وهنا عندي 6. نمسح القديمة. بيقول لي إيه؟ تقوم بالنطاق شرط معين بيساوي، او اروح افتحها من اف اكس، او اروح فورمات واروح افتحها من اف اكس واقول له قول كاونت اف. جاب لي المعادله بتاعتي. بيقول لي الرينج الاولاني ايه؟ الرينج يعني قيمه. كاونت قلنا بتعد ارقام، فلازم تعد قيمه ارقام. لو احنا جبنا معاها بيانات مش هتعدها. فانا بقول له القيمه بتاعتي رقميه. ليه؟ لان انا عاوز شرط يتحقق، واقول له اكبر من ال5. انا لو عملت اكبر من ال5 كده المعادله ما اتفهمتش. يعني ايه اكبر من ال5؟ لو دوسنا اوكي هيجيب لي 3 كده اكبر من ال5. طب لو انا بعملها يدوي زي كده، يساوي كاونت اف وافتح القوس واقول له الرينج بتاعي نقطه فاصله، واقول له اكبر من ال5 واقفل الشرط بتاعي. هو كده لو انا دوست انتر هيديني رساله مش فاهم المعادله ايه. ايه اكبر من ال5؟ في شرط اكبر من ال5، انا عايز الشرط بتاعي يتحقق اكبر من ال5. لكن الرساله دي بتقول لي ان في علامتين تنصيص ما اتعملوش. طب نروح قال لي بعدها علامتين تنصيص اللي هي شيفت طا، وبعد ال5 شيفت طا. كده انا بقول له يعني الداله بتاعتي اكبر من ال5. كده اتفهمت. الرينج بتاعي ليه هو هنا مش عاوز يقرا؟ كل ما ادوس اوكي مش عاوز يقرا، لان انا حاطط هنا نقطه وتحتها فاصله. لكن لو جينا هنا عند الرينج بتاعي هنا، هو جايب لي الرينج ده كل ده من اول اي 7 لغايه الفصل علامتين التنصيص، جايبهم لي رينج. ليه؟ لان هنا انا حاطط هنا بقول له انا عاوز الحاجه التانيه اللي انا عاوزها. الحاجه التانيه اللي هي الفاصله، مش فاصله منقوطه، الفاصله اللي هي واو. بحط واو الفاصله دي، شايفين الفاصله دي؟ هي دي على حسب التاريخ بتاعي. التاريخ بتاعي انجلش فدي تبقى انجلش، لو التاريخ بتاعي عربي تبقى شيفت كاف او كاف بتحط نقطة وتحتها فاصلة. لكن انا اعرفها منين؟ بعد الرينج في فاصلة، يبقى هي واو. ادوس الواو وهو بيكتب عربي، اسف، وهو بيكتب انجلش ادوس واو
هيجيب لي الفاصلة بتاعتي، وادوس انتر. قال لي ان عدد الخلايا اللي هي اكبر من الخمسة تساوي 3. نعدهم: 1 2 3، اللي هم 1 2 3 الخلايا اللي انا واقف فيها، والتسعة 10 9 و6 دول اكبر من التلاتة. لو جينا هنا زودنا 6 هيبقى اكبر من خلايا 4 اكبر من الخمسة. لو احنا هنا 3 وجينا هنا للرينج بتاعنا 6 ده نخليه 5، ما قريتش ليه؟ لان قايل له اكبر من الخمسة. طب نيجي عند بعد، شايفين علامتين التنصيص لازم يتحطوا، وهنشوفها بشكل اخر اللي احنا نفتح المعادلة بتاعتنا. لو قلت له اكبر من او يساوي الخمسة هيجيب لي 3، اديها 1 2 3. طب نروح نحلها، نقول له يساوي، او نروح نجيبها من اف اكس واقول له كاونت اف موجوده عندي هنا، بدل ما اروح ادوس اول واكتبها موجوده. بيقول لي الرينج بتاعك اهو. طب الكريات بتاعتي اكبر من الخمسه. هو كده فاهم ان دي ودي فيها ايه؟ فاصله، وان الخمسه اللي اتحط فين؟ في علامتين تنصيص. وادوس اوكي. انا ما حطيتش علامتين تنصيص، اقول له اوكي. هو قراها لي 2. ليه؟ لأن أكبر من الخمسة. لو أنا نفتح المعادلة بتاعتنا عشان نشوف المعادلة بتاعتنا، بدوس على الخلايا اللي فيها المعادلة وأروح أفتح اف اكس، هيفتح الشرط بتاعي. هو اوريدي هحطها لي فين؟ في علامتين تنصيص. طب لو أنا قلت له يساوي الخمسة أكبر من أو تساوي الخمسة، وهو حط لي علامتين التنصيص وحط لي الفاصلة اللي هي إيه الفاصلة، حطها لي. وأقول له أوكي، اداني 3. كاونت اف تقوم بحساب قيمة رقمية ينطبق عليها شرط ما. مثلا ان نفترض ان هي اكبر من الخمسة او تساوي الخمسة، بنكتب ارقام عشوائية وبنجرب المعادلة بتاعتها. طب دي بتفيدني في ايه؟ بتفيدني مثلا لما يكون مثلا عندي مخزون، والمخزون دوت مش عاوزه يقل عن العشرة، بروح اعمل كاونت اف وبتقول لي ان انت عندك كام واحد اقل من العشرة. لو وصل للعشرة حط لي مثلا عدي لي عدد الخلايات اللي هي ايه اقل من العشرة. طب نروح بدل ما نعمل اكبر من، نروح نعمل اصغر من. شيفت واو هيحط لي اصغر من او تساوي الخمسة. 3 اديها 1 اديها 2 اديها 3. طب لو انا شلت الشرط بتاعي اللي هو يساوي الخمسة هيقول لي 2. كده انا بعرف ان انا عندي 2 منتج قبله في الكمية عندي، فبالتالي اللي انا بروح ازود الكمية معاه. نخش على المعادلة رقم 12. كاونت بلانك تقوم بحساب عدد الخلايا التي لا تحتوي على بيانات، ما تحتويش على اي بيانات تعدها، يعني الخلايا الفارغة يعني الفاضية. فلنفترض نمسح المعادلات القديمة ونمسح هنا ونكتب هنا. فلنفترض ان احنا عندنا حضور وغياب. ادي الحضور، حضر، اسف، حضور، حضور او انصراف. عندنا موظفين او ايا كان في الشركة، فبيجي لي الحضور والغياب. او مثلا بقول له انا عاوزها من 5.00 مثلا من الساعة 8 مثلا الصبح لغاية الساعة 5. طب هو مش عامل لي صفرين عشان اعرف ان الساعة كام بالظبط، بروح ازود، ادوس عليهم، ادوس هوم وازود صفرين. طب موظف جه 8 وربع فجت 8 وربع. طب موظف تاني بيجي مش الساعة 5:30، 3 بقتش 30، اروح مزودها منقص كده، اروح مزود كده 30. وهنا هنسيبها فاضية وهنا هنسيبهم فاضيين عشان نشوف كام يوم جه في مثلا موظف
حضور دوت وغياب ده كده يوم، الاتنين دول كده يوم. طب لو اقول له ايه كاونت بلانك، بقول له يساوي، واروح افتح او اروح افتحها من اكس في اكس عشان انا لسه مش عارف اسم المعادله، واقول له اول، واقول له كاونت بلانك، اسف كاونت بلانك، ادوس اول، هو جابها لي، اقول له اوكي. هو بيقول لي الرينج بتاعك، هو مش محتاج غير الرينج، محتاج عدد خلايا او خلايات فقط. هو بيقول لي من بي 7 ل E7. نشوف كده بي 7 فين. بي 7 اللي هي من اول الواحد. طب E7 اللي هي من E7 لغاية الغياب، اللي هي في الصف بتاعي رقم الصف 7، اللي هو في E7 من اول B7 لغاية اخر E7. طب انا مش عاوز الاسم ومش عاوز الرقم، انا عاوز من اول حضور وانصراف. نخلي بالنا من الحته دي عشان الاكسل بيقرا المعادلات اللي ايا كان اللي قبله بيقراه. من اول دي 7 اللي هو فيه حضور ولغايه اي 7، او نشوف الشهر 30 يوم فيبقى 60 خلايا. ليه؟ حضور وغياب خلايا يوم واحد، فبالتالي هيبقى عندي في اضربه في 2، 30 في 2 ب 60 يوم، واقول له اوكي. كده هو هنا اداني صفر. ليه؟ لان مفيش عدد غياب. طب ننزل على اللي تحت بالاوتو فيل، برضك اداني صفر. ليه؟ لان حضر وحضر، مفيش خليات فاضيه، وهنا حضر وهنا حضر. طب ننزل بقى عند الخلايات الفاضيه، عشان قلنا هنا بتعمل ايه؟ تقوم بحساب عدد الخلايا التي لا تحتوي على بيانات. كده انا عندي خلايتين وعندي غياب وحضور وغياب يوم واحد. طب هو جايب لي 2 ليه؟ عشان بيقرا عدد الخلايا الفاضيه. طب نعمل ايه في الحته دي؟ اروح اقول له، اجي عند اول واحده واروح فوق هنا في قرايه الخليه واقول له على الاتنين. فكده بالتالي لما يبقى خليتين فاضيين على الاتنين يبقى ايه؟ واحد. واقول له اوكي. اجي اطلع للخلايا اللي انا كنت شغال فيها ديت، اللي تحتها هنا ما فيهاش، اللي فوق هنا هي اللي فيها. ليه؟ لان انا عامل في الخلايا هنا واشدها بالاوتو فيل، اداني يوم واحد، ده غاب يوم واحد. فبالتالي بقى ايه؟ عندنا في الغياب والحضور عندنا 4 ايام غياب، في اللي هم مثلا يوم الجمعة، الشركة ما بتفتحش الجمعة مثلا، فبالتالي انا عندي 4 غياب. فبروح اعمل ايه؟ اقول له على الاتنين زائد 4. ليه؟ عاوزه يضيف لي 4 الايام الغياب الاساسية، وهو غاب بقى عن ال4 بيبدأ يعد لي الجهاز بتاعي. فهنا عشان مش عندنا 60 خلايا، فانا بجربها قدامكم كده. يعني لو انا قلت له زائد 4، هو اوريدي قسم على الاتنين واداني زائد 4 اللي هم 4 ايام. طب لو اكتر هيديني 5، فبالتالي انا بعد ال5 ابدا احسب الغياب بتاعي. يبقى ده اللي البلانك بتعمل ايه؟ تقوم بحساب عدد الخلايا الفارغه، دي فارغه ودي فارغه، وعرفنا ازاي نقسمهم على الاتنين.